ماشي على دايت فتره كبيره وبتنزل في الوزن ببطء شديد، يا ترى ايه الاسباب؟ اول حاجه الناس اللي بتشرب عصاير كتير، الناس اللي بتحب تحول اي حاجه في الدنيا لعصير، بالذات الفاكهه. خد الفاكهه كامله وهي فيها الفايبرز او الالياف بتاعتها، بلاش عصير كتير عشان ده من الحاجات اللي بتبطئ في نزول الوزن جدا. تاني حاجه الناس اللي مقلله السعرات الحراريه زياده عن اللزوم وعامله دايت قاسي لفتره طويله. المفروض انك ما تقللش عن اجمالي سعراتك في اليوم اكتر من 500 سعر حراري، ولو قللت اكتر من كده هيحصل نتيجه عكسيه وميزانك هيزيد. تالت حاجه بقى تكون مقلل كميه البروتين في اكلك، لان التقليل في البروتين لفتره طويله بيقلل التمثيل الغذائي والميتابوليزم، وان خلي بالك التاثير الحراري للبروتين اعلى من التاثير الحراري للكربوهيدرات. رابع حاجه ان يبقى عندك خلل في الغده الدرقيه، او بمعنى اصح خمول في الغده الدرقيه. خمول الغده الدرقيه بيقلل الحرق وبيقلل الميتابوليزم بالاخص عند السيدات. خامس حاجه بقى ودي مهمه جدا وبقولها على طول، سهر او قله النوم. السهر من الحاجات اللي بتقلل الميتابوليزم وبترفع الاستريس هرمون اللي هي هرمون الكورتيزون، وده من الحاجات اللي بتثبت الوزن او بتزود وزنك.